السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم من جديد على قناة وصفات خديجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي تقدروا توجدوها هكا للفطور او للعشاء، سهلة وسريعة، ما كتاخدش هكذا وقت كتير في التحضير ديالها وكتجي لذيذة بزاف. كنتمنى هاد الوصفة هذه تنال الاعجاب ديالكم. هنا قبل ما نبداو في هاد المكونات هادو كنكون عندي واحد جوج حبات ديال البطاطا كتقليهم في الزيت اولا كتدخلوهم ما كيتحمروا في الفران. وهنا في مقيله غادي ناخذ شويه ديال الفلافل معاهم واحد البصيله، وغادي ندير لهم شويه ديال الزيت وغادي نخليهم حتى كيتشحروا مزيان. غير كيتشحروا لينا شويه كنضيفوا لهم هكذا شويه ديال القطع ديال السمك اولا القطع ديال الدجاج، اولا تقدروا ديروا كذلك كويرات ديال الكفته. غير تبلوها تشكلوا هكا كويرات وتضيفوهم في هذه المرحله هذه. كتضيفوا هذاك الشيء اللي متوفر عندكم في الدار. هنا انا درت شويه ديال السمك اللي كان متوفر عندي في الدار. من بعد غادي نزيد عليه شويه ديال الفلفل الحار اللي كيبقى اختياري، والكميه على حسب الذوق ديال كل واحد. شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، وواحد نص معلقه صغيره. المعلقه باش كندير العطريه راه المعلقه الصغيره ديال القهوه، ماشي حتى معلقه صغيره. المهم تقريبا واحد 4 معالق هكا ديال الكمون، 4 معالق ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر. وغادي نحرك هاد المكونات هادو مزيان. تقدروا ديروا التوابل اللي بغيتو، الا كانوا عندكم توابل السمك زيدوهم، درتو الدجاج زيدوا التوابل هكذا ديال الدجاج اولا ديال شاورما الدجاج. التوابل اللي كانوا عندكم في الدار ضيفوهم، غير ما تكتروش. غادي نخلي هاد المكونات هادو يتشحروا لنا غير واحد شويه. من بعد كنضيف شويه ديال القزبور مع شويه ديال المعدنوس، وكنزيد طوماط سوريز اللي كنقسمها على جوج. هنايا الا كانت عندكم طوماط سوريز صغيره ما تحتاجوش تقسموها على جوج، وعلى حسب عاود الاختيار ديالكم. كنخليو هذا الشيء هذا كيتشحر غير شويه هكا. الطماطم كتبقى محافظه على الشكل ديالها. هنا اللي ما بغاش يدير طوماط سوريز يمكن له يقطع غير طماطم عاديه هكذا، يقشرها ويقطعها مربعات ويضيفها. من بعد كنضيف بطاطا اللي سبق لي وقلت لكم، اما هكا تقليوها اولا تحمروها في الفران. كنخلط المكونات مزيان وكنضيف عليهم البيض. من بعد ما كنضيف البيض هنا غادي نقص البوطه مزيان بحال غادي نطيبوا الطاجين. كنقص البوطه نخليها مهيله بزاف وكنغطيها، وكنخليو المقيله ديالنا حتى كيطيب هذاك البيض، وكنقدموا الوصفه بالصحه والراحه. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.